السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بعد نهاية مباراة برشلونة وبايرن بحوالي ساعتين اتنين بس بنسجل الفيديو ده عشان نقول لكم اكبر 9 نتائج في تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ بعد نهاية مباراة اليوم. فلو عايز تعرف ايه هما ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ. بس لو عايز تعرف ايه هي اكبر نتيجة في تاريخ دوري الابطال هنسيب لك لينك الفيديو تحت. في المركز التاسع مباراة برشلونة والبايرن في 2013 كانت على ملعب الكامب نو وانتهت بفوز 3-0 لبايرن ميونخ، وهي كانت بالمناسبة مباراة العودة في نصف نهائي دوري الأبطال. وطبعا بايرن ميونخ بعد ما كسب اتأهل وقتها للنهائي. في المركز الثامن معانا مباراة ذهاب نهائي 2015 كانت برضو على ملعب الكامب نو وخلصت برضو 3-0 بس المرة دي لبرشلونة، وطبيعي برشلونة هي اللي اتأهلت برضو للنهائي في النسخة دي. في المركز السابع وبنفس النتيجة انتهت المباراة أيضا 3-0 في مجموعات 2022 في دوري أبطال أوروبا في الكامب نو بس لبايرن ميونخ خارج أرضه. والآخر مرة هنقول النتيجة دي في المركز الخامس نتيجة 3-0 في مجموعات 2023 لبايرن ميونخ برضه، وبرضه في الكامب نو خارج ملعبهم كسبوا برشلونة 3-0 في دور المجموعات. مش فضيحة على قد ما كان تدهور لمستوى برشلونة في السنين اللي احنا بنحكي فيها دي كلها. في المركز الرابع نتيجة مباراة اليوم اللي انتهت 4-1 لبرشلونة على بايرن ميونخ، وطبعا مش محتاج اقولك ان هو في دور المجموعات بنظامه الجديد اللي انتهت في مباراة اليوم 4-1 بعد هاتريك رافينها وجون لليفاندوفسكي، وانتهت المباراة لصالح برشلونة وكانت المباراة ايضا في الكامب نو. في المركز الثالث نتيجة بقى مختلفة برضو وهي نتيجة 4-0 بس يا ترى لمين؟ المباراة كانت ايضا في الكامب نو في ربع نهائي 2009 في دوري ابطال اوروبا، بس المرة دي برضو برشلونة اللي كسب بنتيجة 4-0. وفي المركز الثاني معانا نفس النتيجة 4-0 في نص نهائي 2013 بس المرة دي لبايرن ميونخ تحت قيادة مدربه العظيم يوب هاينكس، وفي ملعب بايرن ميونخ اليانز ارينا قدروا يقصوا برشلونة من دور نصف نهائي 2013، اما غلبوهم في الذهاب 4-0 وغلبوهم في الاياب 3-0 اللي كنا قايلينها فوق. في المركز الاول اشهر مباراة في تاريخ الفريقين وهي مباراة 8-2 في دور ربع نهائي 2020، وطبعا عارف ان المباراة دي كانت بدون جمهور وكانت ارض محايدة لانها سنة الكورونا 2020، وكانت انتهت بالنتيجة الاكبر والاشهر في تاريخ الفريقين وهي نتيجة 8-2 لبايرن ميونخ اللي اخد البطولة في نفس السنة بعد ما كسب برشلونة في ملعب محايد زي ما قلت لك بس في دور ربع نهائي 2020. فيديو سريع وانتهى معانا على طول، وما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ولو عايز تعرف اي احصائيات لاي فريق سيب لي تحت في الكومنتات. وسلام.